بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة موجهة للزعماء العرب اللي رايحين يجتمعوا بإذن الله تعالى قريبا في المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة القمة العربية 28. زعماء العرب وقادتنا اللي بنعتز فيهم وبنجلهم وبنقدرهم وبدون أي استثناء. رسالتي باختصار هي إنه بكفي. اللي بيصير في سوريا منذ 6 سنوات شيء غير طبيعي، غير طبيعي أبدا. ممكن نفهم إيش فيه وشو هو اللي قاعد يصير وإلى متى. موت ودمار ودماء ودموع وألم ليل نهار في دولة عربية هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العربي. أي وطن عربي. لو كان هذا الوطن إلنا كلنا لما سمحنا ولا قبلنا أن ننام وهذا السيل من الدماء يجرف كل معاني الإنسانية والقيم اللي بروج إلها أي دين أو عقيدة في العالم. سوريا أيها القادة، سوريا الشام، بلاد الأمويين، نهر بردة، اليرموك، جبل الشيخ، دمشق، حلب، حمص، حماه، تدمر، أوغاريت وغيرها. كل مدينة فيها إلها تاريخ مجيد نعتز فيه. سوريا اللي في كل دولة من دولكم في بصمة لإنسان سوري في كافة المجالات، في الطب، في الهندسة، في الإنشاءات، في الزراعة، في التعليم، في القضاء، في الأمن، في كل شيء. سوريا يا قادة العالم العربي العزيز، سوريا شتت أهلها في كافة أصقاع ورقاع العالم. يا زعماء العروبة الأجلاء، أنتم بتعرفوا 100% أنه اللجوء السوري هو أكبر لجوء في التاريخ، مش في التاريخ الحديث بس. ما صار لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الثانية ولا في إفريقيا ولا في أي مكان في العالم أكبر من هذا اللجوء. هذا اللجوء أكبر لجوء في التاريخ من عند أبونا آدم إلى هذا اليوم. أكبر لجوء في التاريخ هو لجوء الشعب السوري. أكثر من 5 ملايين لاجئ حول العالم. هل يعقل أنه بلد مثل سوريا يلجأ منها 5 ملايين إنسان يصبحوا مشردين ولاجئين، يتم اقتلاعهم من جذورهم ليصبحوا مثل قشة في مهب ريح الإنسانية؟ هذا بتم قبوله وهذا بتم رفضه، وهذا بترجى لم شمل أو مقابلة لزوجته وأولاده في سفارة، وهذا بتم ترحيله وهذا تسفيره إلخ. تعرفين أنه أصبح الوضع مأساوي بكل ما في كلمة مأساوي من معنى. السعيد في هؤلاء اللاجئين بيكون مثلا في ألمانيا في مخيم، وأمه في لبنان، وأخته في الشام، وزوجته في عمان، وأخوه في تركيا. هذا اسمه حرام. اللي قاعد يصير حرام وغير مقبول وغير إنساني. هل يعقل أن نقول أن الأمة العربية عزيزة والسوري فيها مهان؟ هل يعقل أن نتغنى بالشرف والكرامة العربية والسوري يلفح الهوان صباح مساء؟ هل يعقل وبشهادة اليونسيف أنه أكثر من 40% من الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدارس؟ 2 مليون طفل داخل وخارج سوريا أعمارهم ما بين 6 سنوات و15 سنة خارج المدارس. 2 مليون طفل مستقبلهم اتدمر وأصبح يطلق عليهم الجيل الضائع. أحفاد الأمويين أصبحوا الجيل الضائع. أحفاد صلاح الدين الأيوبي، أحفاد سيف الدولة وإبراهيم هنانو ويوسف العظمة قائد معركة ميسلون العظيمة أصبحوا الجيل الضائع. أيها القادة الكبار قدرا ومكانة، بينما أغلب أطفال العرب بيناموا في بيوت وينعموا بالدفء والأمان، أصبح الأطفال السوريين في المخيمات خارج سوريا يناموا ملتحفين السماء ومفترشين الأرض بعد العز اللي كانوا فيه. أصبحت طفولتهم في مرمى الذل والهوان. يا زعمائنا، أناشدكم بالله العلي العظيم اللي رفع السماء من غير عمدان، المعز والمذل، القاهر الذي يجير ولا يجار، ونيابة عن كل شريف في هذه الأمة، إنكم تبذلوا الجهد الصادق والخالص لوجه الله سبحانه وتعالى للخروج من هذه القمة بنتيجة تعيد لسوريا الأمن والأمان. سوريا ما بتستاهل وأهلها ما بيستاهلوا. سوريا هي حزام العروبة، والسوري هو عمود العروبة وحامي الديار والذمار. سوريا جزء مهم من هذا الوطن العربي،
ولن يكون الوطن العربي وطنا حقيقيا بدون أن يعم الأمن والأمان سوريا. هذه أمانة حملني إياها الكثير من الشرفاء، وعلي أنا إيصالها. وبالمناسبة أنا لا أنتمي لأي حزب أو فكر أو جماعة أو اتجاه، أنا لا مع هذا ولا مع ذاك. أنا أنتمي لعروبتي وإسلامي فقط، أنتمي لقيم غرست في صدري منذ كنت طفل، قيم مفادها أنه العربي عربي مهما كان جواز سفره ومهما كانت جنسيته. الدم اللي بيجري في عروقي وعروقكم وعروق أي عربي هو دم واحد. أرجو أني أكون ما أزعجتكم، ولكني في جوار رب العالمين اللي استخرت قبل أن أخاطبكم، ولا أخاف فيه لومة لائم. أنا أطمع برحابة صدركم إن تقبلتم هذه الرسالة، فهي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.